غرفة الملك في الهرم الأكبر مش مجرد مكان، دي عقدة أسرار جوه أعقد بناء عرفه الإنسان. الغرفة دي موجودة تقريبا في قلب الهرم على ارتفاع حوالي 43 مترا من القاعدة، ومش في منتصفه الهندسي، لكن في موضع محسوب بدقة شديدة، كأنه اتحط على نقطة توازن معينة. الغرفة مبنية بالكامل من جرانيت أحمر صلد اتجلب من محاجر أسوان، يعني مسافة أكتر من 900 كيلومتر. الكتلة الواحدة وزنها يوصل من 40 ل 70 طن. المصري القديم مش بس نقل الجرانيت، لكن رفعه وسوى كل حجر بدقة الفواصل بينهم أقل من مليمتر، من غير ملاط، من غير حديد، ومن غير أي وسيلة حديثة. التابوت الشيء الوحيد في الغرفة. جوه الغرفة فيه تابوت جرانيت ضخم، مفيش عليه ولا نقش ولا اسم ولا حتى غطا. الأغرب، أبعاد التابوت أكبر من مدخل الغرفة، يعني التابوت اتحط قبل ما الهرم يتقفل. ولحد النهارده مفيش أي دليل إن مومياء الملك خوفو كانت جوه التابوت ده. وده خلى سؤال خطير يطلع: لو دي مقبرة، فين الجثة؟ الغرفة الصامتة، كل مقابر ملوك مصر كانت مليانة نقوش وتعاويذ ونصوص دينية، إلا غرفة الملك. الغرفة دي صامتة، كأن المصري القديم متعمد يسيبها فاضية، لا نصوص الأهرام ولا أسماء ولا رموز. الصمت هنا مش صدفة، الصمت رسالة. غرف تخفيف الضغط، عبقرية هندسية. فوق غرفة الملك مباشرة فيه 5 غرف سرية اسمهم غرف تخفيف الضغط. المصري القديم عملهم علشان يشيل وزن ملايين الأطنان من فوق الغرفة ويمنعها من الانهيار. الغرف دي اكتشفها هوارد فايس في القرن ال19، ولما دخلها لقى علامات عمال ورسومات وأسماء فرق العمل. يعني المصري القديم كان فاهم الأحمال والتوازن والضغط قبل الهندسة الحديثة بآلاف السنين. القنوات الغامضة، مش تهوية غرفة الملك فيها قناتين، واحدة شمال وواحدة جنوب. زمان قالوا دي فتحات تهوية، لكن الحقيقة القنوات دي ما بتوصلش للهواء ومش مفتوحة بالكامل. والأخطر إن اتجاههم الفلكي متوافق بدقة مع نجوم معينة كانت مقدسة عند المصري القديم. القناة الجنوبية موجهة تقريبا لنجم مرتبط بأوزير، والشمالية لنجم مرتبط بالسماء الأبدية. يعني الغرفة مش مرتبطة بالأرض، مرتبطة بالسماء. الذبذبات والصوتيات الغريبة، في تجارب حديثة تم قياس الصوت جوه غرفة الملك، وطلع إن الغرفة بتضخم ترددات معينة، كأنها معمولة علشان الرنين والذبذبة مش علشان الدفن. وفي علماء اقترحوا إن أبعاد الغرفة مضبوطة رياضياً علشان تنتج ترددات محددة تأثر على الوعي. وده فتح باب نظريات بتقول إن غرفة الملك كانت تستخدم في طقوس خاصة مش دفن. الهرم كله معمول علشان الغرفة. لما تدرس الهرم الأكبر تكتشف إن كل الممرات والزوايا والميول بتخدم غرفة الملك، كأن الغرفة دي هي قلب المشروع كله، مش تابع للهرم، الهرم تابع ليها. لو غرفة الملك مش قبر ومش مقبرة تقليدية ومش فيها جثة ولا نقوش، ليه اتبنت وليه بكل العبقرية دي؟ يمكن لأننا لسه مش فاهمين المصري القديم كان بيفكر إزاي، أو يمكن لأن غرفة الملك مش لغز، دي رسالة، رسالة تتثابت للي يفهم.